دورته الأولى، لأنه هو يعني الجسر الوحيد ما بيننا المصريين وما بين الفن المصري وما بين أهلنا من الجاليات المصرية الكتيرة جدا الموجودة في أمريكا. فده فرصة إن احنا نتواصل معاهم ونقول لهم ان احنا معاكم مش بعاد عنكم، وان الفن دايما هو اللي بيجمعنا. والحقيقة ببقى سعيدة في كل دورة لما بشوف كل مرة الأعداد بتزيد، وكل مرة في إقبال أكتر على المهرجان، وفي إقبال أكتر على الأفلام المصرية والأفلام العربية وعلى الندوات. وبشوف ندوات على مستوى عالي جدا من الثقافة وخصوصا الشباب. في عائلات سافرت وهاجرت من زمان قوي، فالأولاد اتولدوا خلاص في أمريكا، يمكن ما بيستخدموش حتى العربي كتير أو المصري، خلاص يعني المهرجان بتاعنا رجعهم تاني إنهم يشوفوا أفلام عربية، إنهم يتناقشوا معانا في الندوات باللغة العربية، يعني رجعناهم لهويتهم للأصل. وهو ده أعتقد يعني الهدف الرئيسي من المهرجان، إن احنا بنرجع الجاليات اللي هجرت، واللي احنا كمان بنفتخر بيهم لأن هم في منهم حققوا نجاحات كبيرة جدا ورفعوا اسم مصر بشكل رائع وجميل. بشوف دكاترة وأطباء كبار وأساتذة جامعة وعلماء وناس كبيرة ومحترمة جدا، احنا بنسعد بيهم، بنقول لهم انتوا مش بعاد عننا ولا احنا بعاد عنكم، وان جميل ان المهرجان يجمعنا ويجمعهم هم كمان مع بعض. يعني